السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة التومية بطريقة سهلة جدا وبسيطة. القوام بتاعها في منتهى الجمال، عايزة أقول لكم نفس اللي بناكلها بره بالظبط. يلا مع بعض نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه معايا تلت كوبايه من النشا، ومعايا كوبايه من الميه، الاتنين دول كده مع بعض تمام. معايا كمان ربع كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت، معلقه كبيره من المايونيز تقدر تستغني عنها، معلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم، معلقه كبيره مليانه من الخل، ربع معلقه صغيره من الملح حسب رغبتك طبعا، وكوبايه من الزبادي. هحط بقى في البوله بتاعتي كده، هحط النشا عليها شويه من الميه، هدوبهم مع بعض على البارد طبعا، وبعد كده هزود باقي كميه الميه واقلب لحد ما النشا كلها تدوب معانا كويس جدا، وارفعها على نار هاديه مع التقليب المستمر لحد ما تربط معانا ولونها يبقى شفاف شويه زي الشكل ده كده بالظبط. تمام، ده القوام كده في منتهى الجمال، واللون كده حلو قوي، النشا معانا كمان استوت. هسيبها بقى تبرد واكمل باقي الطريقه بتاعتنا. هجيب الكبه او الخلاط، هحط فيها معلقه كبيره مليانه من الثوم، وهحط كمان معلقه كبيره مليانه من الخل، ومعلقه من المايونيز، وزي ما قلت لكم تقدروا تستغنوا عنها. هحط ربع كوبايه من الزيت يكون طعمه حلو عشان التوميه يبقى طعمها حلو، وربع كوبايه من اللبن، والملح طبعا حسب رغبتك. وهحط كوبايه الزبادي، ده الزبادي انا عاملاه في البيت، لو هتشتريه من بره عادي استخدمي برده العبوه دي مفيش مشكله. هضربهم مع بعض كويس جدا في الكبه او في الخلاط، وبعد كده هنزل عليهم بخليط النشا اللي احنا عملناه وسيبناه يبرد تمام بالشكل ده، واضربهم مع بعض برده كويس جدا، والقوام بتاعنا هيبقى مظبوط وهيبقى في منتهى الجمال. بس كده الطريقه خلصت معانا، والتوميه بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعمها حلو جدا جدا، والقوام بتاعها في منتهى الجمال. هحطها في علبه وادخلها التلاجة، بتقعد معاكي من اسبوعين ل3 اسابيع. حلوه قوي، جربوها هتعجبكم. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.